السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. طبعا قلنا في اخر حلقة يا جماعة الزيوت، مش الزيوت بقى، الحاجات الطبيعية ان انا ممكن لو مش معايا فلوس او مش معايا مصاريف ان انا او ظروفي صعبة ان انا اخد بلازمة. طبعا دلوقتي في ناس بتدي البلازمة غالية جدا، لان كل حاجة غليت مع الدولار. طبعا لما ارتفع كل حاجة ارتفعت معاه وبقت آه، صعبة نشتريها. قلت ان في بديل للبلازما. طبعا لو انا مش معايا فلوس ممكن اتجه للجرجير اخضر او بقدونس اخضر، واعملهم واغليهم كويس قوي وبعدين افضيهم في ازازة واشربهم على مدار اليوم او اليومين. طيب، اتكلمنا وقلنا ان احنا ممكن الحلقة الجاية هنقول علاقة الجنس بالشعر او هرمون الذكورة مع تساقط الشعر والعلاقة الجنسية او الكلام ده كله، هل ليها تأثير او لا؟ طبعا في ناس اطباء كتير بيقولوا ان الموضوع الصلع، الصلع الوراثي او طبعا تساقط الشعر او ايا كان المسمى بتاعه، بيبقى في دكاترة بتقول ان الهرمون من هرمون التستيرون اللي هو هرمون الذكورة بيبقى عالي شوية، عشان كده بيبقى عندك صلع. يعني انت دلوقتي في شريحة من الناس بتقولك ده الستات بتحب الراجل الأقرع قوي. ليه تحب الراجل الأقرع؟ عشان قوي جنسيا او قوي مثلا في العلاقة ما بينه وما بين زوجته. آم، هل الصلع الوراثي ده مثلا لو انا عندي صلع وراثي ابقى كده انا جامد يعني، او جامد جنسيا او كده؟ ده برضو سؤال محير كل الناس وسؤال مهم. لا، انا بقول ان الموضوع ملوش علاقة بالجنس. هو يعني فعلا بس طبيا دلوقتي محدش اكتشف ان الاصلع حلو يعني، مستواه الجنسي كويس. طيب لو الأصلع مستواه الجنسي كويس وعنده هرمون ذكورة عالي مثلا، و... ومثلا هو قرع وعايز يعمل عملية زراعة شعر، هل ده يعني هو لو عمل عملية زراعة شعر هل هيبقى ضعيف جنسيا او هرمون الذكورة عنده هيقل؟ يعني انا دلوقتي خلاص اصلعيت وعايز ازرع شعر عشان مظهري كل اللي بيزرع شعر الراجل بتلاقيه نزيه كده في شكله، وبيحب المنظر وبيحب يقف قدام المراية، بيحب يعمل استشوار، ما بقاش عنده كل ده، فهو بيروح يزرع شعر، شعر طبيعي، زرع شعر طبيعي. تمام. طيب لو هو عمل عملية زراعة شعر طبيعي وبقى شعره كويس، هل هرمون الذكورة ده هيقل عنده؟ هل بعد كده مش هيبقى نافع يعني؟ طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غير علمي غير طبي، ما ينفعش نمشي بيه نهائي. تمام. في حاجات كتير يا جماعة احنا بقينا يعني احنا اكتريتنا كعرب بقينا نفتي فيها، بنتكلم في اللي احنا ملناش فيه. يقولك ايه هرمون الذكورة بيبقى، هرمون الذكورة ده بيبقى عالي عند اي حد وواطي عند بعض الناس. تمام. ملوش علاقة بالشعر، ملوش علاقة بالشعر. ممكن بقى يبقى في حد مثلا عنده المعلومة دي وزرع شعر او لسه ما زرع شعر وعايز منظره يبقى كويس، يقولك لا يا عم ده انا كده كويس قوي واصلع وهبقى جامد وهبقى مش عارف ايه، وعلاقتي هتبقى كويسة مع زوجتي او علاقتي هتبقى كويسة مع آه مع في يعني في العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة. تمام. في الميل هرمون ده المسؤول عن هرمون الذكورة. في ناس بتبقى عندها شعر وشعرها تقيل جدا عشان تبقوا عارفين برضو، وهرمون الذكورة عندهم عالي جدا، عادي جدا، ما فيهاش اي حاجة، ما بيأثرش على خصلة الشعر يعني. يعني هرمون الذكورة ده يعني كل حاجة وداخلة يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق لكل حاجة فينا علاج، وخلق لكل حاجة يعني عايز اوصلها لكم ان بيقولوا كده ان ادي العيش لخبازه بالبلد يعني. يعني كل حاجة مسؤولة عن حاجة. الشعر والبشرة وبتاع مسؤولة بالجزء بتاعها، الأعضاء الكبد الكلى مسؤول بالجزء بتاعها،
برضو الموضوع ده، برضو الموضوع الجنسي ده مسؤول برضو من حاجته. كل حاجة وليها حاجة يعني. ما مش عايزين فتي في الموضوع، مش عايزين نبقى كدابين، مش عايزين نألف حاجة مش علميا وما اتعملتش قبل كده. مفيش أي هرمون ليه علاقة بالذكورة بيأثر عليك لو انت بشعر، او لو انت قرع وخايف. لو انت مثلا عندك صلع وخايف تعمل عملية بسبب الموضوع ده، الموضوع ده كدب، مش حقيقي. بلاش نفتي، احنا مش طالعين نفتي، احنا طالعين نقول حقايق. طيب خلصنا من الموضوع ده. الموضوع ده بيخوف. يمكن 40% من الناس اللي بتبقى صلع، عندهم صلع وراثي او صلع مبكر او الكلام ده كله، بيقولك لا ده انا هرمون الذكورة عندي عالي جدا، فانا مش هعمل العملية عشان خاطر لما اتجوز ابقى ايه، ابقى جاحد او جامد، معرفش بيقولوا ايه. فالمهم انا مش عايزك تاخد الفكرة دي خالص. الفكرة دي ملهاش اي تجارب، ملهاش اي تجارب عشان تبقى عارف. ملهاش اي تجارب علمية او عمليا او اي حاجة. هرمون الذكورة زينا زي اي حد، شعر بشعر، دي ملهاش علاقة خالص. نيجي بقى للموضوع التاني وهو الاهم. بالنسبة اللي انا قلت لكم يا جماعة في قبل كده ان موضوع الزيوت والكلام ده كله ما تمشوش وراه خالص. وحتى الحاجات اللي هي كريمات والكلام ده كله، مفيش حد بيطلع شعر خالص غير عملية زراعة الشعر الطبيعي. وبالنسبة لعملية زراعة الشعر الطبيعي، طبعا انتوا عارفين الموضوع دلوقتي غلي بسبب الدولار وأزمة الدولار. ربنا يا رب ان شاء الله بإذن الله طلعنا بها على خير والاقتصاد. فالموضوع زاد شوية، بس حاجات بسيطة جدا بتمن تليفون هتجيبه او اي حاجة. تمام. وعايز ادي نصيحة اخوية ليكم، يعني ما تسمعوش كلام حد، محدش يوجهكم، محدش يوجهكم في كريمات، في كريمات اللي هي مش كريمات شعر، يعني كريمات معالجة بتقولك هتطلع شعر، زيوت. مفيش الكلام ده يا جماعة. يا جماعة الخير، انا جربت كل حاجة، كل حاجة جربتها. اقسم بالله ما في منتج في السوق نزل غير وهو عندي جوه مرمي اهو بحاله. مفيش حاجة بتجيب نتائج غير زراعة الشعر الطبيعي. ولما تيجي تاخد التجربة ان انت تعمل عملية زراعة شعر، صلي صلاة استخارة كده وادعي ربنا الاول. صلي صلاة استخارة عشان ربنا هو اللي هيوجهك. هتبص تلاقي نفسك ان شاء الله باذن الله متوجه على المكان الصح. فانت خلي بالك، لان الموضوع ده دلوقتي اصبح النهارده في كمية نصب غريبة، في كمية ضحك على الدقون غريبة. وفي موضوع العلاجات ده برضو يعني بقى موضوع رخم وموضوع غريب. هم بقوا مستغلين الناس اللي بتتفرج عليهم. يقولك ده بص ده طلع لي شعر، والله ده بص الحتة دي ومش عارف ايه، والحتة دي طلع لي فيها شعر. مفيش الكلام ده والله، صدقوني اقسم بالله يا جماعة الخير، ما في الكلام ده. مفيش غير حاجة واحدة هي اللي بتعمل شعر، هي الزراعة. زراعة الشعر الطبيعي بالاكتطاف. حتى يعني مستوى يعني من الكلمة حتى يعني تقنع، فاهمني؟ فانت بلاش تسمع كلام حد في زيوت، بلاش تدفع فلوسك على الفاضي، بلاش تحرق فلوسك على الفاضي، لان مفيش حاجة بتجيب نتيجة يا جماعة الخير غير الزراعة. تمام. عايزكم بس تكبروا لي القناة ان شاء الله باذن الله، القناة تكبر وصوتنا يوصل لاكبر عدد ممكن للناس، عشان خاطر محدش ان شاء الله يضحك على حد يقول له انا عندي مش عارف ايه زيت ايه والكلام ده، وتروح تشتري من صيدلية فلان وصيدلية علان والكلام ده. عايزين نمنعه خالص ان شاء الله، ونبقى احنا مع بعض عزوة بتكبير القناة وصوتنا يوصل ان شاء الله باذن الله. وانا مش عايز اي حاجة من اي حد والله، انا بنصح لله. واللي محتاج يعمل عملية يا جماعة يبعت لي على الواتساب، انا بسيب رقم هنا، يبعت لي على الواتساب وانا هساعده ان شاء الله باذن الله. وهساعده في كل حاجة. لله في لله. الحمد لله رب العالمين. الواحد لما بيسمع كلمة انت راجل محترم، وانت راجل بتخاف على الناس وبتخاف على فلوس الناس، دي عندي بالدنيا. انا مش عايز منكم اي حاجة، انا عايزكم بس تعملوا الصح زي ما ربنا وفقني في اختياري. تمام. ربنا يسخرني للناس تعمل الصح ان شاء الله باذن الله.
اللي حاببنا اتكلم في اي حاجه معينه يكتبها على الكومنتات، لان انا والله طالع كده بطبيعتي، ولا بمنتج ولا بفكر انا هقول ايه في الحلقه. بطلع معاكم زي ما تيجي، والحاجات اللي انا بحب اتكلم فيها معاكم بفضفض فيها معاكم. واللي محتاج اي حاجه يا جماعه يقول لي على الواتساب، ان شاء الله باذن الله هوجهه للصح باذن الله. يلا، ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده، وعلى حسب بقى اللي انتوا عايزين نتكلم فيها اتكلم فيه. وانا ان شاء الله هحاول المره الجايه اشوف مواضيع مهمه بزراعه الشعر الطبيعي باذن الله اتكلم فيها، ويبقى عندي وقت لده ان شاء الله باذن الله. لان انا والله عندي ظروف ربنا يعلم بيها، وربنا يفكها على خير باذن واحد احد. واكون معاكم دايما، وتابعوني وان شاء الله باذن الله محدش فيكم هيخسر حاجه. تابعوني وان شاء الله باذن الله محدش هيدفع جنيه على الفاضي بره، ولا زيوت بقى، ولا جرب ده ولا اشتري من ده. والحمد لله رب العالمين، الواحد بيتقي ربنا وبيخاف من ربنا في الناس، وبيتقي ربنا في الناس، وبينصحكم على قد ما يقدر. يلا اشوفكم على خير، كل سنة وحضراتكم طيبين، بمناسبة ان رمضان قرب. ربنا يهدينا ويصلح حالنا، وربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.